تعرف ان انت بعد ما تاخد الفيزا وطلعت على المطار بس غلطت شويه غلطات كده، فللاسف ممكن يرجعوك من المطار عادي خالص؟ ليه بقى العكنانه في وسط الاجتماعات؟ فلو انت ما تعرفش تعال انا اقول لك. لو اول مره تتفرج عليا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وعلى الفيسبوك والانستجرام اعمل لي فولو. مساء الخير، انا شيلو ودي شالو تايم. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll live as well. مساء الخير. في الفيديو ده هقول لكم اكبر الاخطاء اللي ممكن تضيع عليك السفريه كلها، او الاخطاء اللي للاسف ممكن ترجعك من المطار اللي هنا في بلدك او في البلد اللي انت هتوصل لها. هتكلم عن كام نقطه اساسيه، وهو عن الباسبور، التجنيد، الفيزا، واخيرا عن شويه دول معينه واجراءاتها في الوصول ليها. اول حاجه الباسبور. ممكن يكون معاك فيزا ساريه او مثلا رايح لدوله من غير فيزا، فتبصش ان الباسبور بتاعك يكون فاضل فيه اقل من 6 شهور. فاقل من 6 شهور فللاسف هيرجعوك من المطار. تاني حاجه بخصوص التجنيد، لو مكتوب في الباسبور بتاعك انك في سن التجنيد فانت لازم يكون مطلع تصريح سفر. لو مش مطلع تصريح سفر فليها حل ان انت في المطار بتطلعه اونلاين عن طريق الواتساب. لكن لو مكتوب انه يصرح له بالسفر حتى تاريخ، ولو انت هتسافر قبل التاريخ ده فمش محتاج تصريح سفر، لكن لو بعد التاريخ ده فمحتاج تصريح سفر. فلو مش مطلع تصريح سفر ورحت على المطار وانت في سن التجنيد ومحتاج تصريح سفر، فللاسف هترجع من المطار يا اما تلحق نفسك وتعمل تصريح السفر اونلاين في ساعتها. تالت حاجه وهي التاشيره. لما تيجي تستلم التاشيره انت بتنبسط جدا قوي بالتاشيره، وبتنسى ان انت تتاكد من بياناتك جوه التاشيره زي اسمك الاول والاخير وهي صالحه امتى ورقم الباسبور بتاعك جوه التاشيره. فالاخطاء دي لو كانت موجوده فللاسف هيرجعوك من المطار. برضو من الاخطاء الشائعه ان انت ممكن تكون مقدم على تاشيره انك تسافر في شهر 7، فهم بيقولوا لك ان بدايه التاشيره في شهر 7، وبيجيبوا لك الباسبور على شهر 4، تروح انت حاجز طيران على طول مبسوط في شهر 5، فللاسف هيرجعوك من المطار والرحله كلها هتبوظ لان بدايه التاشيره في شهر 7. فلازم تكون مذاكر التاشيره كويس جدا قبل ما تعمل اي حاجه. كده اتكلمنا عن الباسبور والتجنيد والتاشيره عموما. نتكلم عن بلاد معينه. اول حاجه هو منطقه الشنجن، او ال 27 دوله اللي داخلين في اتفاقيه الشنجن، واللي هم ما لهمش بينهم حدود ومش محتاج تاشيره للتنقل بينهم. هم 27 بعد ما ضافوا كرواتيا في شهر 1 اللي فات. فيزا الشنجن لو صادره من فرنسا فلازم يكون اول ختم ليك في فرنسا. طب لو طرت على الطيران الايطالي من مصر لفرنسا فللاسف هتنزل ترانزيت في ايطاليا ويختموا لك ايطاليا حتى لو هو ترانزيت. ليه؟ لان اتفاقيه شنجن بيقول لك ان اول بلد رجلك هتنزل فيها هتاخد الختم، ايا كان هتروح فين. لو كان 10 ترانزيت بس اول بلد شنجن هتاخد الختم، ودي مش بافضل الحالات ان انت هتخش من البلد الغير صادره للفيزا. في بعض الطيران بيجبرك وانت داخل ليه على الكاونتر انك تكون مسافر للدوله الصادره ليها الفيزا. يعني ممكن يرجعوك مثلا لو انت مسافر فرنسا بس مسافر على طيران تاني زي لوفتهانزا وهينزل ترانزيت المانيا، ممكن يمنعك انك تطلع على الطياره الا انك تاخد حاجه دايركت من مصر لفرنسا، وساعتها للاسف هترجع من المطار. كده ملخص الشنجن في اختامه واجراءاته. حاجه كمان بقى، لو وصلت البلد هناك وانت كنسلت حجز الاوتيل فساعتها هيرجعوك، ودي حاجه انا شفتها بعيني في المطار. اللي هو لو جه يشوف الاوتيل اللي انت مقدم عليه وما لقوش كونفيرمد او ما لقوش ان هو موجود اصلا او يعني متكنسل وما لقاش ليك رد سريع للموضوع فللاسف هيلغي لك الفيزا وترجع. وبرده من هنا لو معاك فيزا شنجن ومش حاجز طيران رايح جاي فللاسف هيرجعوك او هيجبروك انك تحجز طيران راجع باي سعر ممكن عشان يركبوك الطياره. كده نكون قلنا ملخص موضوع الشنجن. تاني بلد وهي تركيا. تركيا من بلاد الفيزا بتاعتها سهله وقدامك انك تاخدها فيزا او الكترونيك فيزا، يعني فيزا الكترونيه. الفيزا الالكترونيه لو انت مطلعها فانت لازم تكون مسافر على خطوط طيران تركيا زي تركيش ايرلاينز وزي بيجاسوس. لو انت مطلع فيزا اونلاين ورحت مسافر على اي طيران تاني فللاسف هيرجعوك في المطار. تاني حاجه انك لازم تكون مطلع تصريح امني. لو انت مش مطلع تصريح امني فللاسف هيرجعوك من المطار ومش هتطلع الطياره. تالت حاجه في تركيا، لو انت مش مسافر تركيا ومسافر مثلا اسبانيا بس ترانزيت تركيا،
يعني في الاول هتنزل تركيا، لو ترانزيت اقل من 6 ساعات فمش هيتكلموا معاك، لكن لو ترانزيت 6 ساعات ودقيقه فلازم تكون مطلع تصريح امني. ايوه انت مسافر اسبانيا بس لازم تكون مطلع تصريح امني لانك تنزل تركيا اكتر من 6 ساعات. فلو مش عارف الموضوع ده فللاسف هيرجعوك من المطار. اخر دوله معانا وهي امريكا. لو هتسافر من مصر لامريكا فممكن تسافر على اي طيران، بس لو هتسافر مثلا ترانزيت ايطاليا فمفيش مشكله، هتنزل ايطاليا ومن ايطاليا تسافر على امريكا. لكن لو هيكون ترانزيت ايطاليا وفرنسا فللاسف لو معكش فيزا شنجن فللاسف هيرجعوك من المطار. طب ليه؟ لانه من ايطاليا لفرنسا ده بيعتبروه طيران داخلي، زي اللي بيسافر من اسكندريه لشرم الشيخ. فاللي معهوش الفيزا بتاعه منطقه الشنجن فهو مش عارف يتنقل من ايطاليا لفرنسا، فمش هيركبوه اول طياره الا لو معاه فيزا شنجن. حاجه اخيره، لازم تدرس برضو كل الترانزيت اللي انت بتنزل فيه، لانه في اوقات بيبقى ترانزيت حاجه اسمها السيلف ترانسفير، يعني لازم تاخد شنطك وتمشي. فلو ده موجود عندك في التذكره وانت معكش تاشيره البلد اللي فيها ترانزيت فللاسف مش هتركب اول طياره وهي هيرجعوك من المطار. اخر حاجه موافقه الزوج او الاب. لو انت شخص تحت ال 18 سنه ومسافر فتحتاج موافقه الاهل، او لو زوجه ومسافره بابنها او بنتها وهو تحت ال 18 سنه فبتحتاج موافقه الزوج للسفر. في الفيديو الجاي هكلمكم عن حاجه غريبه قوي. عمرك شفت طيران 600 جنيه؟ طب طيران ب 100 جنيه؟ طب هي شركات الطيران دي بتخسر؟ طب هي ازاي الاسعار دي اصلا؟ وايه الخدمات اللي هم بيقدموها؟ طب ازاي امسك السعر ده؟ وهل هو موجود على طول؟ ففي الفيديو الجاي هكلمكم عن الفيديو بقى هكلمكم عن الطيران الروسي. اشوفكم المره الجايه، سلام. لو اول مره تتفرج عليا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، على الفيسبوك على الانستجرام اعمل مساء الخير. انا شلو ودي شالو تراب. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't